الاستاذه كريمه بقوش، مصممه منتجات تراثيه يدويه. صباح الخير. صباح الفل يا استاذه امنيه، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه، رمضان كريم. طيبه وكلكم طيبين ان شاء الله. قولي لي، انت مهتمه او مركزه في الشغل اليدوي على الحاجه التراثيه والجو الرمضاني الكريم الجميل اللي هي فيها الصوفي وفيها بعض الحاجات اللي دمها خفيف وفيها رمضان كريم كمان. بدأتي تشتغلي لرمضان وتجهزي له من قبل رمضان بقد ايه؟ هو لازم تبداي الموسم قبلها ب3 شهور، ولو قدرتي قبل كده يبقى طبعا كويس. ايه بقى اللي خلاكي يعني استلهمتي افكارك منين؟ شايفين حاجات متنوعه. انا بحب اولا الفن الشعبي جدا، والمولويه والحاجات دي بحبها جدا، وكمان الامثال الشعبيه، فبقيت اعبر عن الامثال الشعبيه برسومات دمها خفيف كده، بحيث ان ايه الصوره تعبر عن المثل الشعبي بس. انت بترسمي بنفسك بقى؟ يعني انت اتعلمتي الرسم ولا انت الموضوع جه ازاي معاكي؟ انا بحب الرسم من صغري، والتحقت بكليه تربيه شعبة صناعات تشكيليه، فطبعا اضافت لي كتير يعني الحمد لله. وانا بقى طول الوقت بتعلم، انا حد بحب اتعلم طول الوقت. كلميني لما هو احنا بنشتغل، طول ما احنا بنشتغل بنبقى في تفاعل بيننا وبين القطعه اللي بنطلعها. لما بنيجي بقى نعرضها للجمهور بتبقي بتشوفي رايه وتشوفي هو محتاج ايه، بتشوفي انت اللي عملتيه صح، لا محتاجه اضيف، لا محتاجه احذف. اكيد الاحتكاك بالجمهور بيخلينا نعرف هم عايزين ايه اكتر، يعني انا ممكن اعمل منتج والجمهور ما يحبوش، لكن لما اعمل المنتج وهو اشوف اقبالهم عليه عامل ازاي، اكيد هنوع فيه، هزود فيه حاجه، هعرف هم مثلا بيحبوا لو انا حطيت اي ديكورات مثلا زياده، ممكن في ناس تحبها وناس لا. لو هي صواني مثلا ممكن ما يحبوش ان يبقى فيه خيوط على الصواني دي، فالحاجات دي برضو عرفتني ايه اللي ممكن يتضاف وايه اللي ما يتضافش. وايه بقالك قد ايه شغاله في الهاند ميديا يا استاذه كريمه؟ انا بقالي حوالي 25 سنه. ايوه، من ايام الكليه، يمكن من قبل الكليه كمان بشتغل. يعني حضرتك واخده خبره 25 سنه ان انت بتشتغلي يدوي وبتنزلي معارض. هو الحمد لله من قبل الزواج، يعني طبعا اول ما خلصت الكليه واثناء الكليه طبعا كان في معرض الفنون التشكيليه في الجامعه، كان ده لكل الناس، فكل الكليات مش كليتنا بالذات يعني، فكنا بنخش وبناخد جوائز الحمد لله، بنطلع معارض كتير يعني. فالموضوع بادئ من زمان، بس الطلبه كمان هم يا ريت يعرفوا ان في الخدمات دي موجوده في الجامعه. قولي لي، المزاج المصري بيحب ايه اكتر؟ يعني انت بقالك ما شاء الله 25 سنة شفتي فيهم كل حاجة، كل الاصناف، كل الامزجة، كل الاذواق. هم برضه بيحبوا التراث المصري، الحاجات المطرقعه بقى، بيحبوا برضه الامثال، بيحبوا الحاجات التراثيه اللي هي زي عندنا الحاجات اللي هي بتاعت رمضان دي، وبيحبوا شايفه الحاجات القديمه بتاعتنا، بيت اللمه الحلوه، الباجور القديم، الحاجات دي برضه الناس بتحبها، وكمان مش المصريين يعني الخلايجه كمان بيحبوا قوي الشغل بتاعنا، الحاجات التراثيه بتاعتنا دي، وبيتاثروا جدا بالامثله الشعبيه اللي احنا بيحبوها قوي يعني. صباح الخير استاذة الهام. صباح الورد. خير الحمد لله. قولي لي، الشغل الجميل اللي انت بتعمليه ده، القش ده قش؟ ده قش. بتكون اول حاجه البدايه بنبدا الشغل بتاعنا على اسطمبة اللي هي دي. من بعدها بنبدا نعمل الباديه، تبقى قوايم واحنا بقى بنقسمها بالشكل اللي عايزينه. في قسمة العيش، في فاكهة، في بيضاوي، في مكتب مدور، مربع، في يعني حاجات كتير يعني بنشكل زي ما احنا عايزين يعني الشغل يطلع بتاعنا يعني. قولي لي، انت بقالك قد ايه بتحبي تشتغلي الشغلانة الجميلة دي؟ انا بقالي تقريبا 8 سنين. 8 سنين. ايه اللي حببك فيها يا الهام؟ هو انا اولا طبعا احنا البنت مننا بتيجي الجمعيه، بتقعد 15 يوم او يعني 15 يوم بالظبط او شهر، بتروح على كل قسم، بتشوف نفسها هتمشي مع ايه بالظبط. احنا عندنا في كذا كذا ورشه، في عندنا قش، في عندنا تركو، في عندنا كليم، في عندنا حلفة، وفي عندنا مكرمية. كل بنت بتتدرب على كل الأقسام دي، بتشوف نفسها هي هتمشي مع ايه او ايه اللي ممكن تمشي معاه. انا انا طبعا لفيت طبعا على الأقسام، اللي انا ارتحت له هو شغلي. حبيت شغلي اولا، اني الشغل انا حبيته لسبب ان هو سهل جدا، سهل جدا 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 في شغله. كمان صحابي، كان عندي صحاب كتير بحبهم في المكان، وانا بحب كل اصحابي اللي في كل الاقسام اكيد، بس يعني مع يعني عشان بقعد معاهم كتير، صحابي اللي معايا، فحبيت الشغل. كمان عندي كمان
بنات بيعلموني الشغل، عندي مدربين. انا يعني بفضل الله بفضل ربنا عز وجل ما خدتش وقت كبير ان انا اتعلم شغلي، اتعلمته الحمد لله في فتره صغيره، مش فتره طويله، وده بفضل ربنا عز وجل. قولي لي بقى، انت بتطوعي الخامه معاكي، كنت شايفاكي بترشي حاجه. دي ميه، لانه انا لو ما رشيتش عليها ميه اكيد الشغل هيتكسر. لو ما فيهوش ميه هيتكسر، وده يعني مش هيخلي منظر الشغل حلو. تمام. بتحبي تشتغلي كل يوم؟ اكيد. بتقعدي قد ايه بقى تشتغلي تطلعي المنتج الجميل ده؟ هو الفكره فكره قدرات. مثلا انا مثلا ممكن اخلص ده في يوم، في بنت ممكن تخلصه مثلا على يومين، في بنت ايديها مثلا بطيئه ممكن تخلصها على 3 ايام. لا، الهام لما تمسك كده ثبت وتقول انا هخلص ده تاخد فيه يوم. اه طبعا الحمد لله. ايه رأيك بقى لما نزلتي كده في وسط الناس وشافوا شغلك وقالوا لك عليه رأيهم؟ اتعلمتي ايه؟ جميل، اكيد طبعا مبسوطه، لان ده اصلا يعني ده اصلا بيبسطني انا شخصيا. تبقى حاجه جميله جدا جدا اني يعني ان انا اعرف ان شغلي جميل. طبعا لما حد طبعا يعني يشكر في حاجتي، طبعا اكيد ببقى مبسوطه. كل سنة وانت طيبة يا إلهام. حضرتك بخير. شكرا ليكي.